المهم كلمة الوسواس القهري لو جينا فصصناها هنلاقيها بتتكون من حاجتين، الوسواس والقهري. ايه يا عم حماده هلال، فين المفيد في كده يعني؟ اصبر اصبر. كلمة الوسواس هنا معناها فعل معين بيتكرر كتير، والفعل ده ممكن يبان لأي شخص تاني انه فعل ملوش لازمة او مبالغة، بس انت بقى لو ما عملتش الفعل ده بيبقى فيه شعور بعدم الراحة وممكن توصل لمخاوف تفضل تطاردك. ياه للدرجة دي؟ اما القهري بقى فمعناها انك بتعمل الافعال دي غصب عنك، بتكون حرفيا مجبر عليها داخليا مش خارجيا. يعني مش حد اللي بيجبرك انك تعمل الافعال دي، لا دي نفسك اللي بتفضل تلح عليك علشان تعمل الحاجات دي. والغريبة ان دماغك هتفضل تلح عليك علشان تعمل نفس الفعل ده كل لما الموقف يتكرر او تكون في موقف مشابه. زي مثلا ليونيل ميسي ليه تصريح كده في بداية مسيرته بيقول فيه انه قبل اي ماتش كان لازم يلبس الشراب اليمين قبل الشمال، ولازم يدخل الملعب برجله الشمال، ولو في مرة ما عملش كده بيبقى خايف ان اداؤه يبقى وحش جدا في الماتش اللي بيلعبه. هل ده معناه ان الماتشات اللي تخاذل فيها نسي يعمل الكلام ده؟ انت بتقول ايه؟ ها انت بتقول ايه؟